انت عايز تتشاف تتكلم على الاهلي. تعالى اوريكم ضحك السنين مع بعض. بالله عليكم لا تقول رايكم في الاشكال اللي زي كده. تاني يا اهلي، ان بحط عليك تاني يا اهلي. يعني ما حرمتش من ماتش الدوري راح العاصمه يا جدعان. التحكيم من مصر من كتر ما هو فضحنا وبيجامل الاهلي بقى فضحنا بره. حتى المنتخب في كلام شيكابالا لخص كل حاجه، اللي هو كلها منظومه فاسده بتلعب لصالح الاهلي بس نكسب. ادي اخره المجامله للاهلي. المنتخب ما بقاش عارف يلعب تحكيميه كتير ودلال كتير ان الاهلي بيكسب بالحكام. هو الاهلي هيموت على محمود من طايق من زمان، واللي الاهلاويه محروقين قوي بسبب ان انا طلعت. تعال شوف كلام علي ماهر اللي جاب حرقان وشياط لكل الاهلاويه. علي مصري بالتحكيم، وان مفيش ارخص من جمهور الاهلي يضحك عليه. انا بيعجبني اعترافات ايمن يونس اللي جايب حرقان لكل الاهلاويه دي. ليه الاهلي مكروه من كل الناس، او ليه الاهلي مكروه من اللي بره؟ تعال شوف فضايح التحكيم دي. الحكم بيعترف اللي هو حسب ضربه جزاء للاهلي عشان الاهلاويه عمالين يقولوا على ماتش الجيش الملكي اللي احنا ظلمنا من الحكم. الاهلاويه كلهم عمالين يحفلوا على الزملكاويه. الاهلي بيتعرض للعداله التحكيميه وبيتعادل 1-1 بالعافيه مع الجيش الملكي. ايوه ضربة جزاء. ايوه مفيش فار هنا، هتتحسب خلاص. ايوه هتحطها ياض، حطها ياض. صدت. جول. جول. ايوه الاول للجيش الملكي. الحقوا يا جدعان، ده حتى الفرق المغربيه عارفه ان الاهلي بيكسب بالحكام. انت اصلا اكتر واحد بتستفاد من مشاهدات الاهلي وجماهير الاهلي، لان كل فيديوهاتك عليهم وبتعمل فيديوهات وهم. عرفت ان كل العناوين مجرد ان هو عايز الفيديو بتاعه يتشاف. يعني بيقول لك على حاجه وتيجي تسمع الحاجه اللي هي المفروض المعلومه اللي هو قايلها مش بتلاقيها. بتلاقيك بتتوه في حته تانية. يعني مثلا يقول لك ايه الكابتن علي ماهر، بص النص الكابتن علي ماهر بيقول لك الاهلي بيكسب بالحكام. الكابتن علي ماهر ما ذكرش الاهلي، ده اول شيء. يقول لك الصباحي بيذكر الأهلي، ما ذكرش مش عارف فلان بيجيب معلومه عشان يشد المشاهد يشوفه ويطلع يتكلم. عايز اسرع وسيله تطلع البرج بسرعه من غير ما تتعب فيه، هات سيره النادي الاهلي ده. هات ده، هات سيرته، هتلاقي نفسك بتتشاف. غير كده انت بلح هتبقى تحت السلم.